وبعد التعليمات اللي خدتها الثلاث مجموعات، لاحظ الباحثين ان من 35 ل 38% فقط من اشخاص المجموعه الاولى والثانيه هم بس اللي قدروا انهم يلتزموا بالتدريبات البدنيه على الاقل مره واحده في الاسبوع. ولاحظ الباحثين انه حتى الجرعه التحفيزيه اللي تقدمت للمجموعه الثانيه ما اثرتش على سلوكهم، وبقوا زيهم زي المجموعه الاولى اللي طلب منهم بس انهم يسجلوا عدد مرات تدريبهم وما تقدم لهمش اي تحفيز. ولكن المجموعه الثالثه اللي طلبوا منهم انهم يسجلوا عدد مرات تدريبهم وقدموا لهم جرعه تحفيزيه، وطلبوا منهم انهم يقراوا في بعض الكتب او الابحاث اللي هتعرفهم على اهميه التدريبات البدنيه، بالاضافه لالزامهم بانهم يحطوا خطه عن مده ومكان وزمان وساعه التدريب. لاحظ الباحثين عليهم ان 91% من المجموعه دي قدروا انهم يتدربوا مره واحده على الاقل خلال الاسبوع بنسبه تخطت المعدل الطبيعي بمرتين. واستنتج الباحثين ان السبب في ان 91% من المجموعه الثالثه قدروا انهم يلتزموا بالتدريب مره واحده على الاقل خلال الاسبوع انه ده بيكمن في نيه التنفيذ، واللي هي عباره عن خطه انت بتحطها لنفسك بخصوص رغبتك في القيام بممارسه عاده معينه، بتحدد فيها المده والزمان والمكان اللي هتمارس فيها العاده الجديده،